أهلا بيكم في همس الحيوان. أنا ماري ودي قناتي همس الحيوان. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بيمس ضمير كل واحد فينا، وهو العنف ضد الحيوان. الموضوع ده مش مجرد قضية بسيطة ولا رفاهية ولا حاجة بتمر علينا كده مرار الكرام. دي قضية إنسانية أخلاقية. من بداية وجود الإنسان وعلى الأرض الحيوانات دي كانت شريك أساسي في حياتنا، ساعدتنا وعشرتنا وشاركتنا، وكانت معانا في الصحراء والمزارع والبيوت وحتى الشوارع. بس للأسف مع كل الحب اللي ممكن بنشوفه فيه جانب مظلم، جانب مؤلم بيحصل كل يوم وفي كل مكان تقريبا، وهو إيذاء الحيوانات بدون سبب. العنف اللي هو ضد الحيوان أو مش بس يكون ضرب أو تعذيب. العنف ممكن يكون كلمة، ممكن يكون إهمال، ممكن يكون حرمان من الأكل والشرب، ممكن يكون تجاهل وجود كائن محتاج رحمة. والمؤسف إن جزء كبير من الأذى بيكون ناتج من ناس مش واعية أو فاكرين إن الحيوانات ما بتحسش ما بتفهمش، بس الحقيقة إن الحيوانات بتتألم وبتخاف وبتفرح وبتحزن زينا بالظبط. إحنا بنفرح وبنحزن وبنتألم وبنتضايق، هي نفس الحكاية برضه، بتحزن وبتفرح وبتتألم لما بتتجرح. لو بصيت في عيون أي كلب في الشارع أو قطة صغيرة واقفة بتستنى لقمة، أو هتفهم إنك مش مجرد كائنات ماشية حوالينا، لا، دي روح وعندها مشاعر أكتر مما تتخيل. الحيوانات يا جماعة إنها مهمة، بس مش لأنها لطيفة وجميلة وممتعة، لا، مهمة لأنها جزء من التوازن اللي ربنا خلقه. مهمة. وجود الحيوانات بيحافظ على البيئة وعلى الزراعة وعلى النظافة وعلى دورة حياة كاملة. يعني لو فقدنا جزء من السلسلة دي باقي المنظومة بتنهار. لكن خلوني أحكي لكم عن الواقع في حياتنا، أو في اللي بيحصل حوالينا. في حيوانات بتتضرب في الشوارع بدون أي سبب، وفيه قطط كمان مش لاقية تاكل، وفي خيول كمان بتشيل فوق طاقتها، في طيور محبوسة في أماكن أصغر من حجمها، في كلاب بتتأذي لمجرد إنها ماشية في مكان مش عاجبك، أو بيفكر إن هو نجس. كل ده بيحصل ومحدش بيتكلم. السؤال هنا ليه؟ انت مش عايزه او مش عايز تشوفه، ما تأذوش. يعني مش عشان انت مش عايز تشوفه او انت مش فاكر ان هو ده نجس او مش عاجبك او مش شايفه، خلاص سيبه في حاله. مش لازم انت تأذيه، مش لازم تضربه، مش لازم تعنفه. انت ليه بتأذيه؟ خليه في حاله وانت في حالك. دام انت مش عاجبك يعني ان انت تشوفه، خلاص خليك بعيد عنه. المشكلة إن محدش بيسأل ليه، محدش بيتكلم. السؤال هنا ليه كائن ضعيف يتحمل غضب أو لعب أو عنف من إنسان أقوى منه بكتير؟ ليه بنسمح إن الرحمة تضيع من قلوبنا؟ العنف ضد الحيوانات مش بس مشكلة للحيوانات، ده كمان مؤثر على مشكلة المجتمع. في دراسات بتقول إن الأشخاص اللي بيبدأوا بيأذوا حيوانات لما بيكبروا بيأذوا فعلا بني آدمين. فعلا بيبدأوا بيأذوا حيوانات وهم صغيرين، بيكون عندهم قابلية أعلى لارتكاب جرائم ضد البشر وهم كبار. وده معناه إن حماية الحيوان جزء من حماية المجتمع كله. طيب إيه الحل؟ إزاي كل واحد فينا يقدر يكون جزء من التغيير ده؟ أول حاجة التوعية.
إنك تفهم وتفهم غيرك وتشرح للأطفال أهمية الرحمة، ده بيغير الجيل كله. لما الطفل يعرف إن القطة والكلب والطيور أرواح بتتألم هيكبر يفهم ويبقى فاهم إن ده روح بتفهم بتحس بتتألم. تاني حاجة الاهتمام البسيط، يا رب طبق بس أكل محطوط على جنب، طبق فيه شوية مَيّة محطوطين على جنب، أنت مش تعمل أي حاجة، مش هتاخده في بيتك لو أنت بتتضايق أو ما بتحبش تربي حيوانات، أو على حسب ظروفك بيتك ما يسمحش، أيًا كان الحاجة اللي عندك، بس مجرد إن أنت تحط طبق فيه أكل في الشارع، فيه شوية مَيّة خصوصًا في الحر، تسيبه في حاله ما تأذيهوش، ده كفاية أوي. مكان آمن للحاجات الصغيرة دي ممكن تنقذ حياة. وأي حد بيطعم حيوان أو بيأكله أو بيشربه مش بيعمل معروف يا جماعة، هو بس بيشارك في بناء رحمة على الأرض. أنت مش بتعمل معروف إن أنت تأكل كلب أو تحط له شوية مية أو تحط له شوية أكل في الشارع، ده مش معروف يعني، ولا أنت بتعمل حاجة كبيرة جدا، لأ، أنت بس بتخلق رحمة. الرحمة دي بتتوجد، الرحمة اللي المفروض ربنا خلقنا بيها نكون عندنا رحمة. تالت حاجة التبليغ، يعني لو شفت حد بيعنف أو شفت حد بيأذي حيوان ما تسكتش. الصوت اللي بترفعه النهاردة ممكن يمنع أذى عن كائن ما يعرفش يدافع عن نفسه. رابع حاجة التبني بدل ما نشتري. لما بتتبنى قطة أو كلب في الشارع أو من ملجأ، أنت بتنقذ حيوان، بتنقذه من آه، البرد وتنقذ حياة كاملة، وبتاخد في المقابل حب، وفاء، دفى ما يتوصفش. خامس حاجة الدعم، زور ملجأ، ساعد في متطوع أو شارك في مبادرة، أي وقت بسيط منك بيعمل فرق كبير. وفي النهاية خليني أقول لكم كل حاجة مهمة جدا للحيوانات، ما عندهاش صوت لكن إحنا صوتهم، ولو كل واحد فينا بدأ بخطوة صغيرة العالم هيبقى أرحم بكتير. ولو ده لمس قلبك يا ريت تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو ده مع أصحابك أو أصدقائك علشان الصوت يوصل لكل عدد ممكن، والناس يبقى عندها رحمة. والرحمة كمان يا جماعة مش ضعف، الرحمة أسلوب حياة. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل خير وسلام وحب، واستنوني فيديوهات تانية كتير، وباي باي.